إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب السنة عدلوجين حدوال ويا إمام عبد الله إمام أحمدي كنت الله دالا ديق الويل الشيء دياز غي التولغة أغوى قدع هو حدوال سئل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق. قطع كلتو بيلا جهميتي قرآن قولن دو بوغشت الحقيقة إش قادي قبيق بالخلا إمام أحمد ما الله رئيس خليلتون دو حالينش قرآن قولن دو بوغش شولون شي قرآن قولن دو تسأولر تارا سدوش دو قرآن دوش دولو قولن أول أچي سدشنش قولن دو أولر تارا قولون إنجا أسوما تسأول أولي سوتش بشبر إذا وجه شيء دو حليل شلا إلشا أبيو خايويس إن سوقو حيو تسوين توبة قرآن قوالين دو تسأولش أما قرآن دوش تلو سديشنش دو قوالين أولشوك تار ديشتك هيلدو ميكا لويو يامرت لو يرحمه. حاشية حديثو قال حرب الكرماني تو إليرال الله ريس خليتسون شي جيني شو السنة الدام ولاوة إتن جينا أديوشدو أوي قدع توبه وهم الذين يزعمون أن نقول إشبو إشا شاش أول بوغش بش إن القرآن كلام الله قرآن إذا الله هنقام يالدو تندوشدو ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة. أما ويدش نشي قرآن ديوشتل وي قرآن دي شرع إذا قوالين دو أولش بوش تحتوبه وهم جهمية فساق إشبون إش جهميش فاسق نخ ألشي بيوخ نخ بيوخ عملياش بش مثلا زينا دي تشوخ فاسق قول خمش لاش قاشوال تشوخ فاسق قول ظلم دياشوال تشوخ فاسق قول إشتا إتسان أولش دول هم ألقتوا جهميش. وعند خلال تنجيني شعبوخ إمام أحمد إيلر ألا ودحر قال لك دويز افترقت الجهمية على 3 فرق جهمية شبيق بلرا قاديق بوغتو دوحر لينش الذين يقولون مخلوق تبشبو قرآن قولن دو أولشبش والذين شكوا شولون الشا شيكو يشبو أجي تار قولن دو تقول يدات تقول توقف يقتل والذين قولون يشبو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويدش نشي قرآن ديوش تلو قلن دو أورش بش شولو يقولوا يول إشي توبة القرآن قلن دو بوش يول جو دو حالي توبة نيالله أبيو خايو. ابن البتسا إمامسا إبانة الكبرى الدلوش يجيني شو إيلير الحدا الدوهقو إن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبث آرائهم أن القرآن مخلوق. اتعدى قاتو جهميتي شي بيوخ قيتم خلال باندولش دقنش كاحا اشتا شي بيوخ قيتم خلال باندولش تار إيلي قرآن قلندول فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها. أما تاكلهم يؤدى قيب تارا شي بدعة دارج درحمة شي بدعة كله تشغينا أجي ويدشنش قلندو ألا تمويها وبهرجة على العامة. بهرجة بوغ هم خزديش بوغ دو قرآن قولندو تباس أما ويدشنش قولندو ألتع هم خزديش عالما ليخفى كفرهم تعرهون دوناجة شي كرستن الله قيله دحرهم على من قل علمه علم كيزك دولشون حلخة شيكوان شو بوغيج أس قرآن قولندو تبو أس دشنش دو بوغ قرآن ديوش دلو قولن ألا إلا دوغ شوالتاق علم دوغ شوالتاق إميسكتاق تلو غيالش ديش دو تسويز. فقالوا تار إيليرا إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله فهو كلام الله غير مخلوق. تار إيليرا قرآن الله دالا ألدولو إذا تندوشدو إذا الله عن قميالدو قولن دو تشدولو وهذا الذي نتلوه ونقرأه بألسنتنا قهردو ويديش دلو ويقولش دلو ويمتنشتا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله.
اشتوي دوشتلو ويوق مجلد اشتياحة مصحف اشتوحة إذا دات إز الله القمل هذا حكاية لذلك فما نقرأه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن وألفاظنا به مخلوقة فدققوا في كفرهم واحتالوا لإدخال الكفر على العامة بأغمض مسلكي وأدق مذهبي أشي الدقة هيلدياش بوقش قرآن قوالين دوتsa أولتارة أما ديش نشا إدوش تلو قوالين دو الله هيلدياش قلت شائر بوغ وأول من أحدث القول باللفظ أما دو حريق أمين دعدو لين الجميل وهناك حسين الكرابيسي بوغ شولو تعجهمتو تو يعداقن دو إهما إكل بدعات ففي سنة الدولجيني تعقد حديث أبو جعفر محمد بن الحسن ابن هارون ابن اتسو حديثه بدينا سألت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل أبا عبد الله أحمد ابن حنبل يختر بوغشا فقلت له شاتن إيلر يا أبا عبد الله أي أبا عبد الله إمام أحمد يك أنا رجل من أهل الموصل أهل الموصل يروشا إيلر والغالب على أهل بلدنا الجهمية دقبش شغالة عشبش جهمية بو إيلر ومنهم أهل سنة نفر يسير يحبونك أما إشتشش دولشح قطعتو بايو يوقع يوتش تان دقويز حو إيلر بوغتو وقد وقعت مسألة الكرابيس أي كرابيس وري سوى يؤداقن دول هما يؤدى جشين بوغ ويدشنش قوالين دو بوغش دولو ففتنهم قول الكرابيس لفظي بالقرآن مخلوق طيب كرابيس وري سوى يؤداقن دول إدشنش دات حسين الكرابيسي تو يؤداقن دول بدعة داري قرآن قوالين دات أما ويدشن الشيء ديوش دول قوالين دول بوغش دول اتسهم نوع فتن دينا يقع فقال لي أبو عبد الله داق إمام أحمد سئلير بوغشيك إياك وإياك وهذا الكرابيس وريلح إيلير سوع كرابيس أخلر الولحال لا تكلمه تنس قميال مديلع ولا تكلم من يكلمه تنس قميال ديتشنس قميال مديلع 4 مرات أو 5 تو ديوز يبخوز إلير بوغشيجيز إلا أن في كتاب 4 شا ديوز دعيازينة سوي إشت إلير البوغ فقلت يخشى إلير يا أبا عبد الله هي أبا عبد الله إمام أحمد فهذا القول عندنا وما نشأ عنه يرجع إلى قول جهم لهر قميل شادري الجهمي قميل دوئج قالت سؤال هذا كله من قول الجهم الجهم وريك تن قميل دون الشادري إلى البو وفيه أيضا إيش تشعدو قال حنبل سئل سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عن كلام الكرابيسي وما أحدث إمام أحمد يخاتش الكرابيسي حق يحسو يعدى قندل بدعة حق فقال أبو عبد الله لأبي أبا عبد الله الشيديق إلى البو هذا كلام الجهمي صاحب هذه المقالة يدعى إلى كلام جهم إذا قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فأي شيء بقي سوكي برتوا بالقل داقن إذا جهمي تخلرا سألت أبي رحمه الله شيديق خاتر بوخ وقدا قلت شاعر ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله وليس بمخلوق وما ترى في مجانبته وهل يسمى مبتدعا مثلا استقوى أول بو ويدوشتك إذا قوالندو وي قرآن دوش خنا ويدش نش قوالندو أما قرآن إز الله عن قميالدو إز قوالندات بو شو استقخلات هو ولا إز بدعة قوية فقال هذا يجانب إيدرتو شنخ للولويز إيدرتو وهو قول المبتدع إذا بدعة قوي شنق مالدو إز إيدرتو قيتنا هذا كافر وهو فوق المبتدع إيدر الله إبانة الكبرى وحدوح أجي قرآن إز الله عن قمالدو أما إدوش تلو ويدشنش قالندو بوش وستق إز كريستو إيدرتو هنا وهذا كلام الجهمي ليس القرآن بمخلوق إقام يالدرا إذا جهمي تقام يالدو دا قرآن قوالن دات سيدر قالت عائشة سيدر الله ريز خليل سنة يرشنو عليه الصلاة والسلام هر آية دي شربوخ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
هن أم الكتاب إيو إذا حويقة جين دواسينر القرآن تشو آية تحدش بالقول دولة إيش جينا آية تشتغل فالقرآن ليس بمخلوق قرآن تكي فرق لين دات على بالقول داخل بعد ذكر الآية وهي زياد تتويرا آية داشني تشولدع يلشنو إيدر بو عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروه أما تردو الآية تشدوي تانت يحوش والستقوي تنه للو ولا إيدر بوتو فإنهم هم الذين عن الله يشبهون إن شاء الله دال بيوش بشال أشي قلب ولش بخارس دالين دو هالحديث سكي برا قوش دولو وينا كل بدعة دوغش بولي جهمي تشا وشا ديل ماستوغي خلر حدثني ابن شبويه سمعت أبي يقول من قال شيء من الله عز وجل مخلوق علمه أو كلامه فهو زنديق كافر لا يصلي عليه ولا يصلي خلفه ويجعل ماله كمال المرتد ونذهب في مال المرتد إلى مذهب أهل المدينة إنه في بيت المال من ولاحة ملختهما الله يرس حدي اندلو إقوال دبوغ شويق مثلا قرآن تون علم تون قميل إذا زنديق كريستاو تون إيوالج تون دعلامز صدا يا تون تأخوات لامز صدا إشت إيوالج مرتد لور شو تون داخني بيت المال دعالو أجي تون بيسن بوديوزلنا إدوي قوشتات هنا لا يرث المؤمن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كستغو بوساب چونغرا يا بوساب چو كست چونغرا إصحى يوتش دوتون ديرا سألت أبي رحمه الله وقلت إن قوم يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق شاعر بوش يديك نخبو أولش شيدش نش قرآن ديوش تلو إشقالن دو أولش هو حكم هدو فقال هم جهمية تو إدر بو إش جهميش بو وهم أشر من يقف هذا قول جهم إش لاتش بولش ناخر لا قيب يخبو إدر بو ألشي سونم تخا قرآن قالن دو دات بوغ شولش لا وولور شو إذا وعزم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام الجهمي تاقهم جو نو دي اندزا دي ليرتون تو إدر جهمي تقمل دقال وسألت عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يخشى خاتر بو قرآن شيء يدش نش قرآن ديوش دلو يقلن دو أول شويق إميلوال فقالت هو إلى قال الله عز وجل سيلا والش الله دال بخل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أجت هالآية الدالية كلام الله أجي الله هندش نشار تسوكي برا تو بالقل داخله ات حديث يا قرآن إذا الله عندش نشخلره قال النبي صلى الله عليه وسلم إيشنو إيلر عليه الصلاة والسلام ألا حتى أبلغ كلام ربي عز وجل شي ديلن دشنش دقاتش دلت شال أجي إيشنو عليه الصلاة والسلام شي حديث بالقل داقين قرآن إذا الله عندش نشخلره وقال النبي صلى الله عليه وسلم إشتا إيشنو إيلر عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هل لامز فرض لامز وإشت لامز تشوع مكش مدات أدمي قميال تكي بر بلغل دول كدو تشوع دويشتك إذا الله عند قميال خلر مثلا فاتحات دقا إشت الله عند يقرأ سمعت أبي رحمه الله يقول إشنا شيداس أولش خزير بوشين من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي من والله شيدش نش قرآن دويش دلو إش قالن دو أورشوك إذا جهمي تو بوصة هناك بدعة تتسالك تعملهم داتز سمعت أبي رحمه الله وسئل عن اللفظية إشتشين خزير بوش يديك خاتن شخينه يشيدش نشا قالن دو أورشوكو فقال هم جهمية سئل البو إمام أحمد إش جهمي تشبه وهو قول جهم ابن صفوان ويتسوأل دل تشندش نش دويش ثم قال يغعل البوطو إقامل ديش بلتشالت دوي لا تجالسوهم تات أعمق يشيل شؤال سمعت أبي رحمه الله إشتشي داس أولش خزير بوشن كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي
إشتا إزمع عندولشتو إذا يشولغ دقة واقفية عن اللفظية والواقفية، فقال من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم. أما شيدشنش قوالن دو أور شوية صوت شوية جاهل ولا تسون خطا خط تو خطا خطيل تو عاما دوال بوتو. وسئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفية، فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة هم شر من الجهمية، وقال مرة أخرى هم جهمية. سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء ورديء وهو كلام الجهمي. قلت له إن الكرابيس يقول هذا، فقال كذب هتكه الله الخبيث. هتك بوغ مزق بوغ سن معنى دو وات وايل بوغ. إدشنش سا قرآن دوشتل قوالن دو بوغ شمو كرابيس ألج دال وات وايل يزعلقصو بيوخم شاما يرال. عبد الله ابن أحمد ابن حنبل سئيدر الحديث سمعت أبي يقول شيداس أورش خزير الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر. من ولاحة شيدشنش قرآن دوشتلو إش قالن دو أورش وقا إذا كريستو على. وقال قد خلف هذا بشر المريسي، وكان بشر المريسي ويتصودي تندو إش ينتيح الإدشنش على شيدشنش قرآن دوشتلو إش قالن دو بوشتل إفتن. وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق. قلت خلف الكرابيس بشر المريسي، وخلف المريسي الجهم ابن صفوان. بشر المريسي وإيه سوى شينت يحا جهم ابن صفوان ويتنبوه، كما قال هاشم ابن عبيد الله المريسي عندنا خليفة جهم ابن صفوان. مريسي إذا جهم ابن صفوان حلق اللقو ضال وهو ولي عهد، إذا تشن حلق على تشن كوكل خو خلاو. وخلف الجهم ابن صفوان، أما الجهم ابن صفوان وشين دعوتين الجعد ابن درهم الذي قتله وضحى به خالد القصري يوم العيد. الجعد ابن درهم إذا غربا فينا خلولو كوكل خوشو خالد القصري بوشولو عيد دين غربا دين عطوبينا اشا هيناخا شيء غرب نجدي اشا الجعد ابن صفوان الجعد ابن درهم بيرو ألا سو غربا فينا أجي أتصل جوغا ميلي العرق سو إجاه الله دواش قوالين دبوش واستغفير تعالي تام ما بيتعالى قلت الخزنك إدو. قال الإمام أحمد رحمه الله سار بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيس. دعوية والبوخ بشر المريسي تسنتي حسين الكرابيس، وقال هذا قد تجهم بوهرة جهمية خليل بو، وأزهر الجهمية شيء جهمية القشع دالا ينبغي أن يحذر عنه تنخلر والويز إلى بو، وعن كل من اتبعه تنهورت أهوة تنهور تنخه. قال مات بشر المريسي وخلف حسين الكرابيس. بشر المريسي ولد أحسن تنميت تندخوة حسين الكرابيس نعال طوليل سان مسانا. المروزي تو إيدر الحدال دو. قلت لأبي عبد الله شيديق أحمد إيدر إن الكرابيس يقول كرابيس مبا من لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. من الولاء تقول شويق شيء دشنش قرآن دوش تلو قوالن دو تقول شويق إكريستو ما قالت سؤال، فقال بل هو الكافر. سؤال إمام أحمد سمولي إيوخ كيست على. وقال مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيس. بشر المريسي ولد أحسن متنا حسين الكرابيس فاتنا يتسوت ديتن دول يتلوش دولهم نشا ديتوش قدا. أحمد ابن أبي بكر قدا عديتو. سألت أبا عبد الله عن الحسين الكرابيس. حسين الكرابيس خلاتنا قالت هو إلى البو جهمي ويزال. إيش إمام أحمد سئل البو الحسين الكرابيس عندنا كافر. حسين الكرابيس ينقع كريستو إلى إمام أحمد حقوقه بلغل داقون ألشا عيلم شناخه حال دابوان بلو ميل ولاحة دينشور آرورستو تاقا ديني
متى تو حكم دعلوش خلرا يحيزات سدياش بالقلدول عيم وين حلق ويدعبون بولشو إما مشكرا مسألة قد خاطر دو لا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه قول محدث نهي عنه أئمة السنة أما سدواشا قرآن دوش دلو إز قولن دات إز أولش دات هناك كل دال دلو بدعة دو إزا ابن بطس ديتو إبانة الكبرى على دوجوش يجيني شو لفظي بالقرآن مخلوق فهو ضال مضل جهمي من ولا قال لك يدواش قولن دو قرآن دوش دل يقال لك إذا تلويلو شاق نقل بوش جهميتو إزال ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أما من ولا أول شوك شيء دش نشا قرآن ديوش تلو قولن دات أورشوك فهو مبتدع إذا بدعة قوم لا يكلم حتى يرجع عن بدعته إذا شي بدعة غوخ والله تو تنزويست خلوش وعد سنة إذا حلق دوتس ديل قولن سدشنش قولن دويا قولن دات قرآن ديوش تلو يقام يالدين دات سدشنش قولن دو أورشوك إذا جهميتو قولن دات أورشوك إذا بدعة قوم هنا جوولوش دو ديع والجرجوز ويتوب عن مقالته تندي لا تنجها أتوب دي أولو شاء دلوش يدشنشا فهذا مذهبنا اتبعنا فيه أئمتنا إذا بصب نيخا مذهب دو بوه ويتياهي تندعدو يرشدلو واقتدينا بشيوخنا ويشيخ شنت إعدوش أدولش دولو وهو قول إمامنا إشتا وإمام ألدول تندش نشدوش أحمد ابن حنبلي الله ريز خليلسون ثم ذكر أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة يناقض جديدنا ويحلها ديش الإزاء قال قد حديث سألت عن الكرابيسي حسين شاخت البوئز كرابيسي حقه هل رأيته يطلب الحديث حنجنيت وحديث لخش على شيء علم لخش فقال ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث شين ويش واتي بوتو توتعلل حديث لخشي علم عام وشي شين جنواتس قلت فرأيت عند الشافعي ببغداد يخشي نجيل بو إذا شافعي عن جرجع بغداد يعني. فقال ما رأيته ولا أعرفه توئل البوشينا وجنا واتي ويش واتي قلت يا شاعر إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد فقال ما رأيت عند يعقوب ابن إبراهيم أخ شين تو يعقوب ابن إبراهيم وي تنقل قا اشتخل بوخش ما خزنير شينا تو بود أخ تنقل قا تعلت سجين واتشينس تو قويتو تا علم تا عامين تو إشين خيترش دوش لألقوش الله هن دشن حقيا سألت أبا ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي عن حسين الكرابيس إبراهيم ابن خالد الكلبي خاتر بوخشا كرابيسي حقيا فتكلم فيه بكلام سوء رديء توتن خلاسنا جو وقع من دير بوه وسألته هل كان يحضر معك عند الشافعي رحمه الله تخشى خاتر بوه شافعي تي حول جواري إز علم عاموال فقال هو يقول لنا ذلك تو إبوخ وأما أنا فلا أعرف ذلك أو نحو هذا من الكلام أجي إبوش خلري يتنقى علم خلري دعته التنقصر قال وسألت الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين الكرابيس حسين الكرابيس على سؤال فقال نحو مقالة أبي ثور يدخل حلق ألتوتنا وقال لي حسن في اختلافه إلى الشافعي رحمه الله مثل قول أبي ثور سواء قل حلق والشو ألرك الله ألجي ناخلورشي يا علم عاموش ورئيز يا واخوش علم قول دياش ورئيز الله اشتغر بالله تخلى إذا إشي بدعة ناخلنا درجة الحق يا حبيبي قهوكش والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.